اول ستوريات ليلي غادي نديرهم في قطر. نبداو بالانترو ديالنا اللي كنديرو ديما بدايه بهاد ستوريات ليلي. الحضور المغربي في كاس العالم ما كاينش غير منتخبنا اللي مشارك فيه، بل بزاف ديال الناس اللي صنعوا فيه التاريخ هذا العام، بحال احمد ايت سيدي اللي التحق بالشركه الايطاليه المصنعه لكاس العالم في 2002، هو المسؤول على الطلاء ديال التروفي ديال كاس العالم بالذهب والفضه. اولا الامن المغربي اللي مسؤول بحراسه وتامين كاس العالم 2022. هذا تم بتوقيع رسمي ما بين السفير المغربي محمد الستري والعميد ابراهيم خليل مهندي اللي هو رئيس وحده الشؤون القانونيه والاتصال بلجنه عمليات امن وسلامه بطوله كاس العالم قطر 2022. الله عليك الله يا دين النبي طويله. والالبوم الغنائي لكاس العالم اللي من اشراف رضوان، ونختموها بالجمهور اللي غادي يشجع، ماشي غيشجع غير على قبل بلادو حتى داكشي كيجري فيه في الدم، غيشجع حتى على قبل باش يبين صورته للبلدان الاخرين. نوريهم رايتنا عاليه الفوق، نقيو بلاصتنا منين نساليو ونبانو قداش حنايا منظمين، ونغوتوا بصوت واحد ونقولوا قداش حنايا مغاربه وكنموتوا على البلاد. وهذا الشيء ما عندوش علاقه بشنو كيدير المنتخب المغربي في التيران، المهم حنا كجمهور نديروا اللي علينا. مادام عندنا 3 ديال الماتشات نخليهم في التاريخ وما ننزلوش الراي، والنتيجه كيف ما كانت غنبقاو بنفس الانرجي 3 ديال الماتشات، حيت خاصك تبقى مآمن بالمنتخب ديالك واخا يخذلك، حيت هذا هو الحب الحقيقي. اللي كيبغيك بصح كيبغيك واخا يبانوا فيك العيوب، واخا يشوفك كتفشل مره على مره غيبقى يبغيك حتى تنجح قدامه، حيت هذا هو الايمان الحقيقي. ونسى عليك مبدا ديال هادو قوسوا على المنتخب تقواس، حيت هاد الهضره هادي غتسمعها من بزاف ديال الناس فشلوا في حياتهم، واول حاجه كيقول كيلصقها في الناس، كيقول لك مقوسين عليا ما حاملينيش. والحب الحقيقي عندنا الهدتوني، ما عندناش النتائج وما عندناش الاهداف، هذوك حاجات غيزيدوا يفرحونا، ولكن بحبنا الحقيقي غنبقاو ديما كنشجعوا المنتخب، وبالتوفيق المنتخب غدا ان شاء الله. كيف ما كانت النتيجه حنا معاكم، الله يسهل عليكم، دعيو معاهم، تصبحوا على خير.